الصورة اللي قدامك دي لولد قبل ما يغرق ب5 دقايق. غرق يوم الوقفة الساعة 2 بعد نص الليل. طب ايه اللي حصل له؟ مفيش. اصحابه قالوا ان هو كان قاعد معاهم ومرة واحدة قام سابهم ونط في المية بلبس، والاغرب انه غطس غطسة وما طلعش. هلا بالخميس هلا. ايه بقى؟ وجابوه ولا لا؟ وال11 جثمان ايه القصة دي؟ ايه اللي بيحصل في القناطر؟ واسمع القصة. بما ان كل الكورسات بدأت في الأكاديمية سباحة وغوص حر، فقريبا جدا هيكون في قائمة بكل الأماكن الهاي كواليتي بس للكوميونتي بتاعتنا بتاعت مودرار وخصوماتها المجنونة. والغوص خليها عليا. هسيب رقم التواصل في أول تعليق لكل اللي حابب يبدأ كورسات. مستني أشوفكم هناك. نرجع لكابتن مصطفى كساب اللي بيحكي ويقول إن وقت الحادث الإنقاذ النهري فضل يدور 11 يوم، وطبعا فرق غواصين الخير بقيادة كابتن محمد الدولار، وخلال الفترة دي مفيش اثر. وكابتن الدولار اصلا خلال الوقت ده كان شغال على اكتر من حاله، الوسطى والجيزه وبني سويف، وطبعا ما لقاهمش في مكانهم وقال لاهاليهم هتلاقوهم بعد يومين في القناطر. طب ليه بقى القناطر؟ بيتجمع فيها كل حاجه. التفريعه بتاعت نهر النيل بتبدا من اسوان لحد خزان القناطر الخيريه، تفريعه واحده. وبعد كده نهر النيل بيتقسم فرع دمياط وفرع رشيد. من خزان السد العالي لحد خزان القناطر عندك اول هويس هيقابلك اسنا، بعد كده قناطر نجع حمادي، وبعديها قناطر اسيوط. الجثمان اللي بيعدي كل دول بيستقر في القناطر الخيريه. اي جثمان بيبقى غرقان في الصعيد، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، المنيا، اسيوط، لو عدى من البوابات اللي هناك فلازم لازم لازم يجي هنا عند القناطر الخيريه ويحجز هنا عند البوابات دي. فهمت؟ ده انا حفظت النيل بسببك يا صديقي. من حكاوي الغواصين هناك ان على مدار 11 يوم الانقاذ النهري تقريبا بيطلع حاله او حالتين من نفس الموقع اثناء تنظيف البوابات. طبعا منهم اللي محذوف ومنهم اللي مجهول ومنهم اللي ما ينفعش احط لك صورته اصلا بلا ملامح. انا ذات نفسي من ساعه ما بدات قصص النيل وبيجي لي رسائل حاله او حالتين كل يوم، لك ان تتخيل. هذا غريق اتجاه ابو زعبل، ادي واحد في واحد اهو تاني، الله اعلم بقى دول ايه ظروفهم. الإنقاذ النهري خلال ال11 يوم دول شافوا أصعب المشاهد، والولد اللي اتكلمنا عليه في أول قصتنا يا عالم يكون واحد من الضحايا دول اللي عند القناطر الخيرية. لأن من حسن الحظ إن معظم الجسامين اللي وصلت القناطر دي متبلغ عنهم وأهاليهم متعرفين عليهم من خلال البطايق أو اللبس، وده لو كانت لسه معاهم، لأن شكل كمان الجسامين بيتغير فصعب جدا تتعرف من الشكل. وفي اللي بيتبهدل من البوابات حقيقي فعلا. شكرا للإنقاذ النهري. دعوة عامة لكل أهل مصر، النيل مش للسباحة، نمسك على أولادنا والطرق كمان نقفلها بدل الحوادث اللي عمالة تحصل. هو ده سر الجسامين الكتيرة الفترة اللي فاتت، اللي هو بالمناسبة مش جديد، بس احنا بقينا مسلطين الضوء، ودي أول بداية حل المشكلة. تابعونا في القناة عشان تشوفوا كل حلقاتنا عن عالم البحار والمحيطات والأكل البحري والغوص والسباحة ونهر النيل، ودمتم سالمين. ابنه من يوم الوقفه وهو غرقان في نهر النيل بخزان القناطر الخيريه، حتى الان لم يتم العثور عليه. نسألكم الدعوات للجثمان ان ربنا يعطرنا فيه وان ربنا يصبر قلب ابوه. ده ابوه يا جماعه.